تاني يوم تركيب سقف ساندوتش بانل 6 متر في 10 متر. طبعا أول شيء وقفنا كمر لأن الواجهة هنا هتبقى زجاج، وبعدين بدأنا بتنزيل الكاميرات، كاميرا 12 حرف اتش كل 3 متر قمر، وبدأنا بتركيب تيوبات 8 في 4 كل 70 سنتي تيوب، والواجهة الأمامية هتبقى صاج، والخلف هيبقى مجرى مية. أنا كنت هنا مع الماء الحديد، وهنبدأ بتركيب الصاج 30 في 30 سنتي، وبعد الانتهاء من تركيب مجرى المية والصاج هنبدأ بتركيب سندوتش بناء سماكة 5 سنتي الصناعة عموما. والآن بيتم تركيب الديكور الخارجي 30 33 سنتي سمكة 1.5 مليون. طبعا في ناس بتركبه أسود، طبعا أسود ما بيدومش زي الصاج المجلفن. طبعا الصاج المجلفن بيبقى أفضل شيء للعوامل الطبيعية، لا بتأثر برطوبة ولا بمية ولا بأي شيء. وهذا شكل الديكور من الخارج. طبعا هنا الواجهة هتبقى ازاز سكريت، سندوتش سماكة 5 سنتي صناعة عماني. طبعا الواطي هنا بيبقى ارتفاع الضلع 5 سنتي، والعالي منه 8 سنتي ونص. كده تم الانتهاء من تركيب مجرى المية وتركيب شبك فوق مجرى المية. طبعا الشبك ده بنركبه علشان ما ينزل أي شيء في مجرى المية ولا الحمام يودي فيه. والآن بيتم تركيب السندوتش بانل سمكة 5 سنتي. وبكده تم الانتهاء من تركيب سندوتش بانل سمكة 5 سنتي عماني. المرحلة الأخيرة إن شاء الله تركيب بلوك 10 على كيامير. والآن بيتم اختبار المية للسندوتش بانل، وهذا من الداخل بعد اختبار المية. والآن بيتم تركيب بلوك 10 في 40 سنتي.
وبكده تم الانتهاء من تركيب البلوك واختبار المية للسندوتش بان، والانتهاء من العمل.